الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفيضه تتنزل الرحمات والبركات. نحمده سبحانه داحي المدحوات وبارئ المسموكات، باسط الأرض ورافع السماوات، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد سيد السادات وقائد القادات وفخر الكائنات، وعلى آله وصحبه الكمات. الحق أنت وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات. علمتنا سر الحياة وقدتنا للخير والتوفيق والبركات. جنبتنا الزلل الكبير وصنتنا من شهوة تضى ومنها فوات. إن شرق القوم الكبار وغربوا فإليك حتما منتهى الخطوات. ضلت عقولهم برغم نبوغهم، وتعرضوا لمهالك الخطرات، وتنكبوا سبل السلام وأقبلوا يتشدقون بأجوف الكلمات. لو أحسنوا فهم السلام لأسلموا، ما غير دينك سلم لنجاة. إن من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور لله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، ومن أحب الصحابة جميعا فقد برئ من النفاق. ألا لا إيمان لمن لا محبة له. الصديق الزكي مثل قط ما حكي، ليك البي بشتكي قل لي زال وانتكي. الفاروق الأجل الظهر الدين ما دجل، به سرورنا اتصل وحذر ساري الجبل. جيب عثمان سيرته تسر البال رؤيته، بحكي لكم عفته فقط ما مس عورته. مرحب رئيس الجنود الغايم الليل بالسجود، تشتاق دار الخلود للكرار بزنود. فوق أصحاب الرسول بقد العرض وطول، قول لي ليش يا عزول عنهم سمعان لقول. الأحباب في الله وفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لمن دواعي السرور والغبطة والحضور أن يشارك الإنسان في هذه الاحتفائية المباركة الطيبة، والتي هي من قبيل النادر في بلاد السودان، أن يحتفي الناس في الصالات هذه بالجهود العلمية الكبيرة الثرة الفزة التي قدمها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. مرور 52 عام لحلقة موروثة استفاد منها الناس، صبيان كبار نساء، بهذه المنطقة العامرة، منطقة دردوق. وإذا ذكرها الدردوق ذكرت المحبة والحب لرسول الله وللصحابة ولآل البيت. تكريم العلماء، شهود الجهود العلمية لعلمائنا وكبرائنا. هذه الحلقة الأدهمية والتي أقامها هذا الرجل، والذي عرفناه من على القرب، الشيخ عبد الله مشليخ. هذا الرجل الزاهد، هذا الرجل الورع، هذا الرجل الذي لا يعرف الاستكانة ولا يعرف الرجوع إلى الوراء. مع كبر السن وبعض الأمراض هو يواصل هذه الحلقة التي ورثها عن شيخه الشيخ عبد الحسن، الذي يشهد له القاصي والداني بالعلم. مرور أكثر من 52 عام حق لنا أن نباهي وأن نحتفل وأن نفاخر، لأننا أصبحنا في زمان، ولربما في هذه الليالي والبلد تمر بوهدة وتمر بنوع من الحرج، وأحيانا في الساحة بيظهر تكريم للفنانات إلى غير ذلك. الأحق بالتكريم
والأحق بالظهور والأحق أن يعتلوا منصات الإعلام هم أهل العلم الكبراء، مثال الشيخ عبد الله والتلاميذ الذين استفادوا من علمه ومن جهوده. هذا يجعلنا في هذه الدقائق نتحدث عن أمرين. الأمر الأول أمر العلم، وأن بركته سارية وأن بركته موجودة، خصوصا هذا المذهب المالكي الذي ورثناه بشتى المدارس العلمية، وتظل المدرسة الأدهمية لها القدح المعلى في نشر العلم الشرعي في بلاد السودان بسندها المتصل. ونحن في حاجة ماسة إلى تعلم العلم. الإمام ابن عبد البر ألف كتاب سماه جامع العلم وبيان فضله وما ينبغي في روايته، وكان أشياخنا في حلق العلم يذكرونا بهذا الحديث الذي يدفع الطالب لطلب العلم ولشحذ الهمة، الذي رواه سيدنا معاذ بن جبل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قال: تعلموا العلم فإن تعليمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار بالدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكر فيه يعدل الصيام، مدارسته تعدل القيام، هو إمام العمل والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. يبقى بركة العلم سارية مستدام فينا عبر المشايخ الأجلاء، ومنهم شيخنا الذي نحتفي بحلقته. وهذا الثبات لهذه الأعوام يعني بأن الإنسان قامه الله عز وجل في حالة واحدة. الإمام الغزالي قال: إذا رأيتم الرجل يقيمه الله في حالة واحدة أكثر من 40 عام فاعلموا بأن الرجل من الصلحاء. يبقى 52 عام كفيل بأن نشهد لهذا الرجل بصلاح، بالتقوى، بالورع. الأمر الثاني الذي نذكر به هو أن العلم يؤخذ من صدور الرجال، وأن العلم لا يؤخذ من مواقع التواصل، ولا يؤخذ العلم من المجلات، لأننا أصبحنا في زمان فيه فتاوى أحرقت الأمة الإسلامية، لأنها فتاوى غير منضبطة، أهلها ما جلسوا للعلم، ما شمروا، ما أسندوا ركبتيهم إلى ركبتي من تعلموا عنه العلم، وإنما أخذوا العلم من الصحف. وكان أشياخنا يقولون: من اتخذ شيخه كتابه عمى الله صوابه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقديما ليحكي الإمام ابن بكر بن العربي بأن رجلا يقال له توم الحكيم. توم الحكيم هذا كان يطبب ويعالج الناس بالطب النبوي. انتقل هذا الرجل وكان عنده صلة بالعلم وكان بيقرأ الأحاديث، فجاء ابنه من بعده. هذا الابن الذي من بعده ما جلس لقراءة العلم، فجاء لقى كتاب الطب النبوي وكان والده يقرأ، ولأنه لم يقرأ على شيخ فقام قرأ الحديث: الحبة السوداء شفاء من كل داء، قرأ الحية السوداء. قالوا فظل يبحث عن الحية السوداء في الجحر، خرجت عليه حية ولدغته لأنه ما قرأ على شيخ. قال بعض أشياخنا: يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إن رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. في ناس الآن أضل من توم الحكيم لأنه بيقروا العلم على جوجل على منو يا مولانا، سند مقطوع، علم ميت،
النتيجة إحراق الأمة بفتاوى لا أصل لها وغير منضبطة. يبقى العلم يؤخذ من صدور الرجال. طالما أنها حملة للاستغفار والصلاة على رسول الله تقوم بمثل هذه الجهود العلمية وبدأت من عام 2017، هنا لا بد من ذكر قصتين: قصة تتعلق بالاستغفار وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجمع بين العلم، العلماء، الاستغفار، الصلاة على رسول الله. بلدنا دي بلد داير استغفار وداير الصلاة على رسول الله. ما خلال السياسيين حاروا ويحتاروا، طيب المخرج وين والملاج وين؟ المخرج عندنا الشيخ حياة الجد والبدر قال لي النبي ما بنكوس غيرك، الأمر أمر خيرنا من خيرك، رقد القرشي اللبن والعيش واللدام طرش، راشي راشين اللي ماك مرشو يا عريض الجاه سيد العرش، يا رسول أدرك أمتك تعبت كانت تشرك، من عدم غوث والغير متعجرف والرخا شلوح في الوطأ بيرك. وقال لي قدري ما نأمل في عرض جاهك ما بنخاف يكمل، قلة الحيلة ما بنطيق نحمل، وبعد زايا الخير فينا خير أعمل. ده جماعة الأشياء الروحية. والناس اللي بيكونوا في ظلام الليل ديل اللي بيخرجوا البلد من الوحدة. الاستغفار ده فيه قصة عن الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل علم من الأعلام الكبرى، فقالوا جاء الإمام أحمد بن حنبل إلى مجلس ودخل المسجد، والناس أنذاك ما كان عندهم تلفاز ولا إذاعة عشان يعرف العالم. دخل الإمام أحمد بن حنبل وما كان الناس يعرفونه، وأراد أن يبيت في المسجد. فالمسؤول من المسجد قال الإمام أحمد بن حنبل ما بتبيت، وكان الإمام متواضع ما قال له أنا أحمد بن حنبل. المهم في الأخير اضطر بأنه يجر الإمام أحمد بن حنبل ويخرجه خارج المسجد. لما خرج وهو ضيف نظر من على البعد وإذا تنور في محل طباخة ونار موقدة. جاء الإمام أحمد بن حنبل في ظلام الليل ووجدوا ده خباز بيخبز، كل ما طلع له خبزة وخرجه بقول استغفر الله استغفر الله. تعجب الإمام أحمد بن حنبل من حال هذا الرجل وقال لي أنت بتعمل كده ليه؟ وبما نلت من هذا الاستغفار؟ قال لي والله هذا الاستغفار أنا ما دعوت الله دعوة إلا واستجيبت لي، إلا دعوة واحدة بس. أنا دعيت الله بالاستغفار ده عشان أرى الإمام أحمد بن حنبل. قال لي بخن والله لقد أتى إليك الاستغفار بابن حنبل يجر جر. الاستغفار ده فيه المخرج، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم وبلاء مخرجا. وتانا جماعة الصلاة على رسول الله، الصلاة على النبي برضو فيها المخرج. دخل الإمام الثوري الكعبة ووجد رجل يطوف ما رفع قدم ووضع الأخرى إلا وصلى على رسول الله. جاء إليه الثوري وقال لي من أنت يرحمك الله؟ قال لي الثوري من أنت؟ قال لي أنا بسألك الطواف عنده دعاء وأدعية معينة، أنت قاعد تستغفر قاعد تصلي على رسول الله. فقال لي من أنت؟ قال لي أنا سفيان الثوري. قال لي والله لولا أنك الثوري لما أخبرتك الخبر. قال لي وما الخبر؟ قال لي الخبر كان لي والد ووالدي كثير المعاصي ومسرف على نفسه ومات في قارعة الطريق واسود وجهه، فقلت في نفسي يا ويلتاه لقد مات أبي على سوء الخاتم، وبينما أنا في غم وكرب أخذتني سنة فنمت، ولما نمت رأيت رجل ما رأيت أحسن منه وجها، فجاء واغترب من أبي فكشف الثوب عنه فمسح بيمينه على وجه أبي. فلما أراد الذهاب قلت من أنت؟ فقال لي أنا محمد بن عبد الله، إن والدك كثير المعاصي مسرف على نفسه ولكن له ورد من الصلاة عليه، عنده ورد من الصلاة على رسول الله. فقال فلما استيقظت
كشفت الثوب عن وجه أبي فوجدته كأنه قطعة غمر. دي ما كف النبي. سلام على كف الحبيب محمد، لكف رحيب به كم يجود ويكرم، به كم فقير صار من بعد فقره غنيا، وكم طاغ به متضيم. رحم الله الشيخ البرعي يقول: كم سائل تجاهك ليلا أدلج، وكم مسكين في بيتك لك هاجر لجا، ببابك ترجل حمله بلجا، أنت بهم رحيما بارا أبلجا. هو رحب الراحة ورسول الراحة، تسعى اليتامى لبيت فراحة، ليهم أراحة يلقوا بالعزة ونهاية الراحة. يبقى الاستغفار، الصلاة على رسول الله، معرفة جهود العلماء، إحياء حلقات العلم داخل دور الصوفية، تعني بأن بلدة السودان على خير. وفي الختام لو سمحتم لي بأن أقرأ سند السادة الأدهمية، هذا السند الموصول إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سند الشيخنا عبد الله مشليخ، سند موصول إلى سيدنا رسول الله. ونحن نلتقي مع السادة الأدهمية بالشيخ علي أدهم، لأن سندنا عن شيخنا الشيخ جار النبي الحضري. طبعا شيخ جار النبي بطحاني والله مش كده، لكن لا للجهوية ولا للغبلية، مع أن البطاحين كثيرين. ده شيخنا الشيخ جار النبي الحضري سنده عن الشيخ عمر التجاني، عن الشيخ خليل، عن الشيخ علي أدهم. الشيخ عبد الله والشيخ عن ود الحسن عن منو يا جماعة؟ مع طوال عن الشيخ. طيب الشيخ علي أدهم عن ود البدوي الشيخ الإسلام، عن الشيخ محمد عليش، عن الشيخ الأمير الأصغر، عن الشيخ الأمير الأكبر، عن الشيخ علي الصعيدي، عن الشيخ الزرقاني، عن الشيخ الأجهوري، عن الشيخ عبد الرحمن، عن الشيخ اللقاني، عن الشيخ أحمد الزروق، عن الشيخ عبد الرحمن، عن الشيخ الرصاع، عن الشيخ العغباني، عن الشيخ عثمان، عن الشيخ السطعي، عن الشيخ علي الصغير، عن الشيخ راشد، عن الشيخ الفاسي، عن الشيخ أبو مدين، عن الشيخ الحسن، عن الشيخ ابن عربي، عن الشيخ الطرطوسي، عن الشيخ الباجي، عن الشيخ أبي طالب، عن الشيخ الغابسي، عن الشيخ الكناني، عن الشيخ سحنون، عن ابن القاسم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي سند الحلقة دي. أي زول عنده حلقة قول لي سندك وين؟ الناس الحايمين زايدة دي قالوا العلم وين سندكم الموصول؟ ده سندنا متصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الختام: أبا بكر دعوتك لو أجبته، إلى ما فيه حظك لو عقلته، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرته، ويجل ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت. لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، وما يغنيك تشييد المباني إذا ما بالجهل نفسك قد هدمت. جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأته. شكرا جزيلا لهذه الاحتفائية لأهلنا في دردوق وما جاورها، لكل من قرأ على هذا الشيخ ولأشياخه. هنيئا لكم بهذا السند الموصول. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا مرة أخرى في ساحة علمية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.